بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث عن الشيعة والتشيع مساحة واسعة في الأحاديث السياسية والفكرية والدعوية خلال السنوات الأخيرة، وزاد من حدة هذا الحديث الأدوار التي ترغب دولة إيران في لعبها في المنطقة، مستغلة حالة الفلتان التي عقدت الموجة الأولى من الربيع العربي وانشغال أغلب الدول العربية بمشاكل داخلية. لم تكن إيران بالضرورة هي من افتعلها، لكنها ساهمت في إذكاء بعضها مستغلة الدعاية الشيعية والحب المركوز لآل البيت في نفوس المسلمين عموما، ومستفيدة من إذن إمبراطوري للدولة الفارسية التي تعد من أقوى الإمبراطوريات في التاريخ. لقد تداخل في ظاهرة التشيع العابر للحدود والثقافات الكثير من العوامل، منها السياسي الآني، ومنها الحنين التاريخي والطموح التوسعي، ومنها العاطفي الديني، حتى أصبح مجرد الخوض فيها يشعر بالدوار لكثرة التفاصيل التي تختلف المواقف وتعقيد شبكة العلاقات واختلاط المفاهيم. استفاد كل ذلك من حالة من الضعف الثقافي والجهل بين كثير من أبناء الصحوة الإسلامية المباركة. فما هي خلفيات محاولة التمدد الشيعي التي تقودها إيران في المنطقة؟ وما هو مستقبل المد الشيعي في المنطقة والعالم؟ وكيف نواجهه دون الوقوع في مزالق الخطاب الطائفي البغيض؟ وما تأثير كل ذلك على مستقبل الثورات المباركة وأحلام الشعوب في الحرية والديمقراطية تحت ظل دولة الإسلام القادمة. نستضيف لكم الليلة أحد أهم المختصين في تاريخ التشيع في المنطقة، ودكتورنا دكتور محمد مختار الشنقيطي، فنشكر له حسن قبول الدعوة وما سيخصص لهذا اللقاء من وقته الثمين. سيرد على الأسئلة أو التساؤلات الواردة في المحاور، ثم نصل إلى أسئلتكم واستفساراتكم الخاصة بالموضوع. والآن نفسح المجال أمام دكتورنا ليتفضل على بركة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الأحبة على إتاحة الفرصة مرة أخرى، وسنحاول أن نغطي الموضوع في هذه الكلمة المدخل طبقا للمحاور التي ذكرها الأستاذ مدير الحوار، وربما نخرج عنها قليلا إذا اقتضى الأمر شيئا من الاستطلاع. السؤال الأول عن خلفيات محاولات التمدد. هنالك عدة خلفيات في هذا. أحدها خلفية تاريخية، ربما لن يفهم إلا إذا وضع في سياق التاريخي والثقافي. شخصيا من خلال دراستي تاريخ التشيع لفت نظري أمران أساسيان أعتقد أنهما من دونهما لا يفهم الناس في العالم الإسلامي التشيع فهما مناسبا. وهذان الأمران لا علاقة لهما بالجدل الاعتقادي، وإنما بالتشيع كمخزون نفسي واجتماعي كتجربة تاريخية نفسية. الأمر الأول الذي لفت نظري في دراسة التشيع، وهو أحد الأمرين اللذين يفسران حالة التمدد الشيعي الحالية، هو أمر يمكن أن نسميه ظاهرة الذاكرة الموتورة. الثقافة الشيعية كمخزون نفسي واجتماعي هي ثقافة انتقامية موتورة بطبيعتها. هنالك مؤسسات دينية ومؤسسات ثقافية شيعية في أرجاء العالم الشيعي، كل وظيفتها هو زراعة الانتقام والمحافظة على جذوة الانتقام والثأر والأخذ بالثأر والشحن النفسي والاجتماعي الذي يغذي هذه النزعة وهذه الذاكرة الموتورة. طبعا بعض المؤرخين يختلف المؤرخون في تفسير هذه الظاهرة، وعلماء الاجتماع السياسي بعضهم يعتقد أنه النفسية الفارسية نفسية متشائمة بطبيعتها، وبعضهم يفسرها بالفتوح والصراعات العسكرية القديمة، وخصوصا أنه الفتوح الإسلامية الأولى جاءت على أيدي العرب فهيمنوا على بلاد فارس، فلما ضعفوا دخل الإتراك من الشمال فهيمنوا عليها. فهنالك نوع من إحساس بالذات الجريحة لدى الفرس يؤجج هذه الذاكرة
الموتورة. وبعض الناس يفسره تفسيرا دينيا، وهو أن الأمر لا علاقة له بالقومية الفارسية أو العربية، خصوصا بالقومية الفارسية، لأن التشيع في جذوره كان عربيا، وإنما الأمر يرجع إلى مذابح القرن الأول الهجري ضد آل البيت، وما تركت من جرح، وما بقى بعد ذلك من مسعى لإحياء ذاكرة تلك المذابح الأولى. الحقيقة أنا مهما يكن التفسير، فما يهمنا الآن هو وظيفة هذه الظاهرة ودورها في التمدد الشيعي، ظاهرة الذاكرة الموتورة. وأعتقد أنه من غير فهم الذاكرة الموتورة باعتبارها مكونا أو عنصرا تكوينيا للثقافة الشيعية، فإننا لن نفهم التشيع ولن ندرك مخاطر التمدد الشيعي. الموضوع الثاني المهم كخلفية تاريخية لظاهرة التمدد الشيعي هو أنا أسميه المنطق الإحلالي. الثقافة الشيعية قائمة على أن مسار التاريخ الإسلامي هو مسار خاطئ كان على ضلالة منذ ليلة السقيفة حتى الآن، أن رسالة المسلم الشيعي هو تصحيح هذا المسار وإرجاعه إلى الطريق السليم. طبعا نحن نعرف أنه طبعا التاريخ الإسلامي ليس تاريخا مثاليا، فيه نقاط انحراف وغيره بذات المسار السياسي الإسلامي، وأهل السنة لا ينكرون الانحراف الموجود خصوصا بعد الخلافة الراشدة. لكن بالنسبة للشيعة الأمر ليست مسألة انحراف تاريخ بل انحراف دين، أن هنالك انحرافا وتحريفا للدين منذ ليلة السقيفة، أن الصحابة رضي الله عنهم حسب الرؤية الشيعية خانوا الأمانة التي تركها بأيديهم النبي صلى الله عليه وسلم، وغدروا بعلي رضي الله عنه الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم نصا إماما للمسلمين، وعين ذريته من بعده أئمة المسلمين. وهذه المسألة الوصية بالنسبة للشيعة قضية اعتقادية ليست انحراف تاريخي. ليس عند أهل السنة أنه وقع انحراف تاريخي مثلا بانتقال الخلافة إلى ملك، لا، الأمر بالنسبة للشيعة أكبر بكثير من مسألة اعتقاد، لأن الإمامة ركن من أركان العقيدة عند الشيعة، ومن لا يقول بها فهو كافر عند كثير من الشيعة. فلذلك هذه الردة ممكن نقول أن أهل السنة يقولون بوجود ردة سياسية منذ نهاية الخلافة الراشدة، أما الشيعة فيقولون بردة اعتقادية منذ ليلة السقيفة. وبناء على هذه الرؤية التحليلية الشيعية للتاريخ الإسلامي، فإن عند الشيعة مسعى إحلاليا، بمعنى إزاحة هذا الإسلام المنحرف وإحلال الإسلام الصحيح مكانه، أي الإسلام الشيعي، أو إزاحة إسلام العوام كما يسمي الشيعة السنة، وإحلاله بالإسلام الصحيح أي الإسلام الشيعي. هذا المنطق الإحلالي تجسد تاريخيا في بعض الظواهر السياسية والعسكرية. ما تقوم به إيران اليوم من تمدد في الجسد الإسلامي المجاور لها والجسد العربي تحديدا هو امتداد لظاهرة الإحلال في وجهها العسكري والسياسي التي وجدت في التاريخ السياسي الشيعي من قبل. فلو نظرنا مثلا في الدولة الفاطمية، وهي أول دولة شيعية هامة في التاريخ الإسلامي، الدولة الفاطمية التي ولدت في القرن الثالث الهجري في القيروان، كان يفترض بمنطق الإمبراطوريات الإسلامية خصوصا الدول التي تنشأ على الأطراف أن تتوسع الدولة الفاطمية جنوبا إلى إفريقيا أو شمالا إلى أوروبا، شأنها شأن كل الدول الإسلامية في عصر الفتوح آنذاك، وفي صراع الإمبراطوريات السائد في العالم كله آنذاك. لكن الدولة الفاطمية لم تتجه للتوسع جنوبا في إفريقيا غير المسلمة ولا شمالا في أوروبا غير المسلمة، وإنما اتجهت لغزو قلب العالم الإسلامي، اتجهت شرقا، غزت مصر، واتخذت مصر قاعدة لها للتوسع إلى بلاد الشام
وبلاد العراق وعينها على الخلافة العباسية، لأن ما يتحكم في العقل السياسي الفاطمي آنذاك كما في العقل السياسي الإيراني اليوم هو إزاحة كيان وإحلال كيان محله، إزاحة الخلافة العباسية آنذاك وإحلال الخلافة الفاطمية مكانها، أو إزاحة الأنظمة العربية وإحلال نظام شيعي تابع لإيران في البلاد العربية كما هو حال الوضع اليوم. ثم نجد أيضا يعني مثالا تاريخيا آخر على هذا المنطق الإحلالي في التاريخ الشيعي، وهو حينما تأسست ثاني دولة شيعية كبرى في التاريخ الإسلامي، وهي الدولة الصفوية التي بدأت منذ 5 قرون تقريبا منذ عام 1501 ميلادية. الدولة الصفوية نشأت أيضا على أطراف العالم الإسلامي نسبيا، كان يتوقع بمنطق صراع الإمبراطوريات وبمنطق عصر الفتوح أن تتوسع الدولة الصفوية شرقا إلى الصين أو شمالا إلى أوروبا الشرقية إلى روسيا وغيرها، وأن تنشر الإسلام في تلك الجهات ولو كان إسلاما شيعيا، لكنها لم تهتم بذلك. اتجهت الدولة الصفوية إلى الصراع مع العثمانيين في الشام في العراق أولا، ثم في شمال الشام وشرق الأناضول. نفس ظاهرة التمدد التي نجدها عند الفاطميين شرقا نجدها عند الصفويين غربا، ومرة أخرى تتجه إلى قلب العالم الإسلامي الذي هو الدولة العثمانية، كما اتجهت قبلها الدولة الفاطمية إلى قلب العالم الإسلامي وهو الدولة العباسية. هذه الظاهرة ظاهرة مضطردة في التاريخ السياسي الشيعي. إذا وجدت دولة سياسية شيعية قوية فإنها تتجه إلى التوسع داخل الجسد الإسلامي ووضع عينها على قلب العالم الإسلامي في تلك اللحظة، ولا تهتم بالتوسع على حساب الآخرين أصلا. هذه الخلفية التاريخية أعتقد أنها هي وحدها التي تفسر لنا، أو هي عنصر أساسي من تفسير ما نشهده من توسع إيراني اليوم. لم تهتم إيران بنشر الإسلام منذ بدأت ثورتها عام 79 في بلدان مناطق خارج العالم الإسلامي، بل ذهبت طاقتها كلها إلى التمدد داخل الجسد الإسلامي كله. صحيح أن العراق غزا إيران وأن هذا كان كارثة على الطرفين وعلى الأمة كلها، ولكن كلما وجدت إيران فرصة ورفعت رأسها اتجهت إلى سارت وجهة المسار التاريخي الذي سارته الدولة الفاطمية قبلها والدولة الصفوية قبلها. إذن هذه هي الخلفية التاريخية. طبعا هنالك خلفيات جيوستراتيجية معاصرة تتعلق بالصراع على النفوذ والصراع على الموارد في المنطقة، وإيران تلعب اللعبة بطريقة استخدام الأقليات الشيعية الموجودة في العالم العربي. ثم أيضا طبعا الثأر مع العرب تحديدا أمر واضح، وإلا توجد أقلية شيعية مثلا في باكستان، فلماذا لا تستغلها إيران لتوسع داخل باكستان؟ لماذا لم تدخل إيران إلى أفغانستان رغم وجود أقلية شيعية فيها؟ فهنالك شيء خاص بالعلاقات العربية الفارسية أيضا في هذا الأمر، ويرجع إلى أيضا بعض الحساسيات التاريخية والعرقية والثقافية العميقة الجذور بين الأمتين. ربما لا يوجد شعب يحمل صورا نمطية سيئة عن العرب في ذاكرته وفي آدابه أكثر من الفرس، وطبعا صورة الفرس في الأدب العربي صورة سيئة أيضا. فهنالك علاقة بين هذا وذاك، إضافة إلى قضايا الجيوستراتيجية والموارد والنفوذ إلى آخره. طبعا هذا كله للتفسير، لأنه في نهاية المطاف مهما كانت المطامح فهو لا يسوغ الطريقة التي تمدد بها إيران. ثم أيضا التمدد الإيراني يختلف عن التمدد العربي أو أي تمدد آخر، وهو أنه يسعى إلى تغيير بشري ومذهبي. التمدد العربي سواء في إيران أو التمدد
حتى الأوروبي الغربي في إيران وفي العالم العربي لا يسعى إلى هذا النوع من الإزاحة والإحلال. الإزاحة والإحلال هي ظاهرة شيعية إلى حد كبير. ربما الأمريكان في تعاملهم مع الهنود الحمر فعلوا هذا، أو الأستراليين في تعاملهم مع الشعوب الأبوريجين الأصلية في أستراليا. أما في منطقتنا وفي تاريخنا فلا نجد مثالا لهذا النوع من السعي إلى إبادة شعوب وتغيير الخريطة الديمغرافية. هذه ظاهرة نجدها فقط عند إيران وعند الشيعة، وهي طبعا أعتقد أنها تتعلق إلى حد كبير بالمخزون النفسي والاجتماعي الشيعي المتعلق بالذاكرة الموتورة، وبالمنطق السياسي والاستراتيجي الشيعي الذي ينبني على فكرة الإحلال. فالخلاصة أنه من غير فهم فكرة الإحلال والذاكرة الموتورة لن نفهم مسار الأمور اليوم والتمدد الشيعي العابر للحدود اليوم. ما هو مستقبل ظاهرة التشيع العابر للحدود، التمدد الشيعي العابر للحدود؟ أنا أعتقد مستقبله أنه سيشعل حرائق كثيرة في جسد الأمة، ثم ينحسر في النهاية، وينحسر معه التشيع أيضا في العالم الإسلامي. بعد تمدد الدولة الفاطمية انتهى الأمر في النهاية إلى انحسار التشيع من كل المنطقة التي تمدد فيها غرب البحر الأحمر في مصر وفي القيروان، وحتى شرق البحر الأحمر في بلاد أيضا في بلاد الشام وفي الجزيرة العربية. ورجع التشيع إلى منبعه الأصلي إلى أرض العراق، ومن هناك بدأ ينزح شرقا إلى إيران، حيث تحولت إيران هي مركز الثقل في التشيع. لا أستبعد أن هذه الحروب التي تشعلها إيران اليوم أعتقد أنها ستنتهي في النهاية بعد إحراق كثير من الحرائق والتسبب في الكثير من الآلام. في النهاية ستؤدي إلى شيء من الإحياء السني ودفع إيران إلى حدودها وانحسار التشيع العربي، لأنه في النهاية الشيعة العرب انتحروا بقبولهم أن يكونوا أداة بيد إيران في هذه الحالة التمددية غير الطبيعية، وأي أقلية تحولت إلى أداة بيد جهة خارجية ضد غالبية. يعني درس التاريخ يقول إنها تلك الأقلية تفقد رصيدها التاريخي ومكانتها في ذلك المجتمع. حدث هذا للأقليات المسيحية في المشرق العربي أيام الحروب الصليبية، وحدث للشيعة أنفسهم أيضا أيام الحروب الصليبية، خصوصا الشيعة الإسماعيلية الذين كانوا إما مساندين للصليبيين أو متخاذلين في التعاون معهم. وأعتقد أن هذا الذي سيحدث أيضا مع الشيعة العرب بعد انحسار حالة التمدد الإيرانية. حالة التمدد الإيرانية ستتوقف قطعا، ستتوقف لأنه غالبية الأمة لن تقبلها، ستتوقف لأنه هنالك دول ستتحول إلى مركز الثقل بالكتلة السنية مثل تركيا. ربما السعودية إذا طرأ تغير في نظامها السياسي، مثلا لو صعد ناس من الأسرة السعودية لديهم رؤية مختلفة عن الناس الحاليين وغيره، لو حدث تغير سياسي في مصر، لو تغير موازين القوى، رياح الحرب في سوريا إلى آخره، وهذا كله أمر وارد في نهاية المطاف. إيران لا تملك لا القدرة ولا لا تملك الإمكان ولا القدرة على المحافظة على ما كسبت من تمدد في الأعوام الأخيرة. وهنا مشكلة استراتيجية تقع فيها كثير من الدول، وهو أنها تأكل أكثر مما تستطيع أن تهضم. لما تتوسع دولة وراء إمكاناتها فإنها تنتهي بالنهاية بالانحسار وربما حتى بالانهيار. فلذلك أنا أعتقد أن مستقبل التمدد الشيعي هو مستقبل سيكون قاتما بالنسبة للشيعة، وإن كانوا طبعا سيسببون وقد سببوا الكثير من الآلام للسنة وللأمة كلها، إضعاف جسد الأمة ومناعتها وفتح الباب للتدخلات الخارجية فيها، ولكن هم خاسرون على المدى البعيد في نهاية المطاف. كيف نواجه هذه الموجة، موجة التمدد الشيعي العابر للحدود، دون أن نقع في الخطاب الطائفي؟ أنا أعتقد أنه نحتاج أن نفصل بين أمرين، بين العقائد وبين السلوك السياسي. العقائد في نهاية المطاف هي الله عز وجل يحاسب على العقائد،
نحن نعيش مع ناس لا يؤمنون بالإسلام أصلا، يؤمنون بديانات أخرى ولا يؤمنون بشيء. والمجتمع الإسلامي كان دائما مجتمعا فيه تنوع ديني، لا أقصد مجرد تنوع مذهبي، وإنما تنوع بين أديان مختلفة. فإذا كنا نستطيع أن نعيش مع من ينسب لله تعالى الولد، فمن باب أولى أن نستطيع أن نعيش مع من يسب الصحابة ويرتكب أمور أقل من هذا ممن يسبون الله عز وجل وينسبون إليه الولد. فالمسألة ليست مسألة من المهم جدا أن نفصل الجانب الاعتقادي فيها عن الجانب العملي، لأنه لو كانت درجات العداوة مع الناس ترتب ترتيبا اعتقاديا لكان على المسلمين أن يذهبوا لمحاربة الوثنيين أولا في أرجاء العالم، ثم بعد ذلك الكتاب، ثم بعد ذلك الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. لا، المسألة لا علاقة لها بهذا من الناحية الشرعية البحتة. نحن لا نعادي الناس، المسلمون لا يعادون الناس بسبب عقائدهم وإنما بسبب ظلمهم. أنا أعتقد نحتاج إلى رسالة واضحة تبث في الثقافة السنية، وهو أننا نواجه الشيعة بسبب بغيهم لا بسبب اعتقادهم. العقيدة هي فكرة تواجه بفكرة، الدعوة تواجه بدعوة، الكلمة تواجه بكلمة. إنما ما يواجه مواجهة عسكرية وسياسية هو البغي العسكري والسياسي. في هذه اللحظة ليس من مستقبل أمام جمهور هذه الأمة، أمام قلبها وكتلتها السنية الصلبة، سوى أن تواجه الشيعة هذا التمدد الشيعي العابر للحدود، تواجهه عسكريا وتواجهه سياسيا وثقافيا واقتصاديا واستراتيجيا. لكن من المهم جدا أيضا أن تكون الرسالة واضحة، أننا لا نواجههم بسبب عقيدتهم، لدينا من هم أسوأ منهم عقيدة، ليس بيننا وبينهم مواجهة، وإنما بسبب بغيهم وظلمهم. والمسلم يقف مع المظلوم ضد الظالم، ومع المبغي عليه ضد الباغي بغض النظر عن المعتقد. والجهاد ليس قتالا على العقائد، الجهاد هو موقف أخلاقي من الظالم وليس موقفا اعتقاديا من الكافر. في نهاية المطاف أنت لا تقاتل الناس لأنهم كفار، إنما تقاتلهم لأنهم ظالمة. الكافر لا إله إلا كلا تقاتل، والله عز وجل يقول قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فواجب الأمة اليوم أن تواجه هذا التمدد الشيعي، وتمدد خطير جدا، خصوصا إذا نظرنا إليه من ناحية الجغرافيا السياسية. لو وضعنا، إذا أردنا أن أعتقد أن ندرك مخاطر التمدد الشيعي العابر للحدود، فنحن بحاجة إلى وضعه ضمن المنطق الجغرافي السياسي. وهنا أريد أن أحيل على نظرية الدكتور جمال حمدان، عالم الجغرافيا السياسي المصري الشهير، صاحب كتاب شخصية مصر، صاحب كتاب العالم الإسلامي، وغيره من الكتب الجغرافيا السياسية المفيدة. الدكتور جمال حمدان عنده النظرية أن العالم الإسلامي ناحية الجغرافيا السياسية، قلب العالم الإسلامي يشبه الطير، فهو طير له جناح مثلا في آسيا وجناح في إفريقيا، أو له جناح نقول في الجزيرة العربية. لو أخذنا قلب العالم الإسلامي وليس العالم الإسلامي ككل، هو يشبه العالم الإسلامي بالطير. أنا أريد أن أصوغ شيئا من نظريتي، أرى أنه لو نظرنا إلى قلب العالم الإسلامي وليس حتى العالم الإسلامي ككل، فهو فعلا مثل الطير. عندك جناح العالم الإسلامي في الجزيرة العربية، جناح في جناح شرق البحر الأحمر، وجناح غرب البحر الأحمر. وعندك صدر هذا الطير هو مصر، رأس هذا الطير هو الأناضول تركيا. فهذا الطير، وطبعا الذي يجمع عناصر الطير سواء الجناح الذي في الجزيرة العربية والجناح الذي في إفريقيا، وأيضا الرأس الموجود في الأناضول، ما يجمع بين الكتل الثلاثة. لو صغناها بلغة الدول الوطنية الآن نقول ما يجمع بين السعودية هي باعتبارها الدولة الكبرى في الجزيرة العربية، مصر باعتبارها الدولة الكبرى في دول المسلمة غرب البحر الأحمر، تركيا باعتبارها هي رأس الطير. ما يجمع بين هذه الأثاثي الثلاثة، هذه العناصر الثلاثة من ناحية الجغرافيا السياسية، هو بلاد الشام.
فبلاد الشام تقع ما بين هذه الكتل الثلاث التي تجمع جسد الطير. فإذا نظرنا إلى التمدد الشيعي باعتبار أنه اختراق للقلب الجامعي الرابط ما بين عناصر هذا الطير، هذا القلب، قلب العالم الإسلامي، قلبه هو بلاد الشام، هي التي تربط الجزيرة العربية بالأناضول بمصر. فالتمدد الشيعي العابر للحدود لو كان في منطقة أخرى من العالم الإسلامي كان ضرره أسهل بكثير. لو كان مثلا في غرب أفريقيا، أو كان في جنوب شرق آسيا، أو كان في شعوب المسلمة في شرق أوروبا، كان أسهل بكثير من وضعه الحالي حينما كان في قلب العالم الإسلامي. والخلاصة من ناحية الجغرافيا السياسية هو أنه التمدد الشيعي هو أيضا ليس فقط خطير لمجرد أنه تمدد، وإنما خطير أيضا لأنه يقع في قلب القلب من الحضارة الإسلامية، بمعنى في المنطقة الواصلة ما بين الجزيرة العربية ومصر والأناضول، وبالتالي أثره مهلك بالنسبة لجسد الأمة، لأنه لا يتمدد على أطرافها وإنما يتمدد في قلبها استراتيجي من ناحية الجغرافيا السياسية. فلا قيام للأمة من غير مواجهة هذا التمدد. وأعتقد أن هنالك لحظتان نحتاج الفصل بينهما، لحظة قاتل التي تبغي، ولحظة أصلح بينهما بالعدل وأقصد. فنحن الآن في لحظة قاتل التي تبغي، واجب الأمة أن تواجه هذا التمدد عسكريا وسياسيا واستراتيجيا وثقافيا حتى ترجع تصد الباغي وتأخذ على يد الظالم. ثم بعد ذلك إذا فاء هذا الظالم أفاق من غروره وأدرك أنه أقلية وأنها لن تسيطر على العالم الإسلامي فيما فعلت، حينها ننتقل إلى اللحظة الثانية التي هي لحظة فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. أما قبل ذلك فأي كلام عن التعايش هو نوع من الأحلام والسذاجة والتمنية. ولكن في هذه المواجهة طبعا لا بد من التمييز مرة أخرى بين العقيدة وبين السلوك العملي. السنة لا ينبغي أن يواجهوا الشيعة لأنهم شيعة، في النهاية العداوات لا ترتب حسب اختلاف الاعتقاد وإنما حسب الظلم، إنما السنة يجب عليهم أن يقاتلوا الشيعة لبغيهم ولظلمهم. وحينما نقول الشيعة طبعا نقصد الباغي منهم والظالم منهم كما يقول الفقهاء وخصصت نية الحالف. المقصود هذه النخب، هذه الحكومات الشيعية وهذه النخب الشيعية وهؤلاء المقاتلون الشيعة الذين يعني لا يربطهم رابط غير التشيع، والذين هم يعملون ضمن مشروع واحد يمتد من أفغانستان إلى الضفاف المتوسط، مشروع يخترق قلب هذه الأمة ويمزقها تمزيقا ويبيد حواضرها كاملة ويهجر لها ويفتح الثغرة وجرحا عميقا جدا في قلب الأمة لن يندمج بسهولة هؤلاء الذين نقصد. أما أخيرا تأثير كل هذا على الثورات العربية، أعتقد أنه طبعا كان تأثيرا خطيرا جدا. كان من الممكن أن تقف إيران لو كان لديها مسكة من ضمير، لكانت وقفت مع الثورات، لأن هذه الثورات في النهاية كانت ضد حكومات موالية للغرب وموالية للقوى الدولية المفترض أنها بينها وبين إيران عداوات، لكن غلب الغرور والمنزع الطائفي. فإيران في النهاية استغلت غبار الثورات وفوضى ما بعد الثورات، وهي فوضى طبيعية ملازمة لكل الثورات، تكون هنالك خلخلة في المجتمعات وفوضى وسهول وارتباك ما يسهل اختراق كل من يريد أن يخترق. إيران في النهاية استغلت غبار المعركة الثورات العربية، الخلخلة الموجودة في هذه المجتمعات بنيويا أثناء الثورات، وقررت أن تتوسع وأن تتمدد. ثم طبعا أدركت أن هنالك قوة دولية معادية للثورات شرقية وغربية، وأن هذه القوة الدولية تبحث عن من يقوم عن هذه المهمة القذرة، وقررت أن تقوم بهذه المهمة القذرة توسيعا لنفوذها واستغلالا لمظلة القوة الدولية المعادية للثورات. فتأثير التشيع العابر للحدود
على الثورات العربية تأثير مدمر ومؤذي إلى حد كبير. وهنا أيضا مؤشر آخر على خطورة هذا التشيع، لو أنه تمدد في لحظة أخرى غير لحظة الثورات لكان ضرره أقل بكثير، لأن المجتمعات كانت ستكون أكثر مناعة. أما يتمدد في لحظة حرب أهلية، تكون عندك حرب أهلية في بلد ثم يدخل جيش غاز في أثناء الحرب الأهلية، فطبعا هذا سيكون ضرره أكبر بكثير. وهذا ما فعلته إيران تحديدا، استغلت المظلة الدولية، أولا الاحتلال الأمريكي للعراق لتدخل، وفي غبار معركة الصراع بين السنة والشيعة في العراق تدخلت فيها وغرضت نفوذها. نفس الشيء أيضا الحرب في سوريا استغلتها أيضا لتدخل ولتستغل المظلة الدولية الروسية. وأخطر ما فعلته إيران بالثورات العربية هو أنها حولت هذه الثورات من صراع داخلي بين حكام ومحكومين من شأن كل ثورات طبيعية إلى حرب مزدوجة، بمعنى أنه أنت الآن تحارب بشار الأسد كمستبد، ولكنك أيضا تحارب جيشا غازيا هو إيران. وأصبحت الحرب لم تعد مجرد حرب حرية سياسية، وإنما أيضا أصبحت حرب تحرير وطني. وإذا اجتمعت حربان في حرب واحدة ستكون الكلفة باهظة والثمن فادحا في الغالب. السؤال الأول: ألا يمكن برأيك أن يؤدي تطور الأوضاع السياسية في المنطقة إلى انكماش إيران ثم تسننها من الداخل، خاصة أن بعض الدارسين يرى أن المؤسسة الدينية الحاكمة مفصولة عن كثير من النخب العلمانية الموجودة في مختلف قطاعات المجتمع التعليمية والصناعية والاقتصادية؟ طبعا أن يؤدي التمدد الشيعي العابر الحدود في النهاية إلى انكماش، أنا متيقن أن سيكون هنالك انكماش وانحسار في التشيع العربي خصوصا، لأنه التشيع العربي سيعاني في النهاية من نبذ داخل الأمة كلها بسبب ما تسبب فيه من أذى وما قبله من استعمال من طرف إيران ضد امتداده البشري والطبيعي. أما داخل إيران ذاتها فطبعا داخل إيران ذاتها ربما يكون هنالك مساران ممكنان، إما أن تتجه إيران مستقبلا نحو التسنن أو أن تتجه نحو العلمنة والتحرر من الدين تماما. طبعا المجتمع الإيراني من أكثر المجتمعات علمانية الآن على المستوى الاجتماعي، بغض النظر عن النخبة المتصدرة الآن ذوي العمائم الموجودين الآن على السطح، هذا أمر معروف. لكن هذا يعني أن هذه العلمانية هي علمانية عابرة كما هي علمانية في تركيا، ثم سيرجع الإيرانيين إلى جذورهم الإسلامية السنية كما كانوا المسلمين سنة لمدة 9 قرون قبل الدولة الصفوية. أم أن هذا التحول العلماني سيكون بداية لتحول عميق يكون فيه مستوى من التخلي عن الإسلام بشكل أو بآخر. مساران مفتوحان، لكن أنا أرجح أنه في النهاية إذا تعافى قلب الأمة وانحسر التشيع انهزم التمدد الشيعي وانحسر التشيع من البلاد العربية، ستجد إيران نفسها محاطة بدول إسلامية سواء في العالم العربي غربا أو في العالم الآسيوي المسلم شرقا، وستجد أن من الصعب عليها الابتعاد عن التيار العريض في الأمة. ربما جذورها السنية ربما تنبعث من جديد، إما أن تنبعث جذورها السنية وإما أن تنبعث جذورها الآرية فتتجه إلى الغرب، لكن أعتقد أن جذورها السنية أقرب إلى الانبعاث، لأن الجذور الآرية تحتاج إلى جاذبية، وأوروبا لم تعد جاذبة كما كانت في الماضي والله أعلم. هل يرى الدكتور إمكانية للحوار بين السنة والشيعة، وما هي الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها مثل هذا الحوار؟ أنا من دعاة التعايش بين السنة والشيعة دائما، ولست من دعاة التقارب بين السنة والشيعة، وأعتقد أنه هذان مساران مختلفان. فكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية كما طرحت في الماضي هي كانت فكرة يعني نوع من العلاقات الدبلوماسية بين الفقهاء ونوع من تعسف التقريب بين عقائد متباينة ومذاهب متباينة وناس يختلفون في مصادر التشريع عندهم
أعتقد أن هذا النوع من المجاملات في الدين لا يفيد أصلا. ما يفيد في الدين هو النزاهة والإنصاف والاعتراف بحق الاختلاف، أن لكلنا أن يعترف، على كل أن يعترف بحق الآخر، فإن اتبع ما يراه حقا، والحساب عند الله تعالى، دون تكلف تقريب بين أمور لا يمكن التقريب بينها عمليا بشكل نزيه. التعايش ممكن بين كل الأديان، ممكن بين أهل كل العقائد، وأعتقد أن أهل السنة إذا واجهوا إيران مواجهة شجاعة عسكرية وسياسية وعادوها إلى حدودها، فإن ذلك هو أفضل طريقة للتعايش. التعايش لا يكون بين قوي وضعيف، التعايش يكون بين ناس يكون ميزان القوى بينهم متقاربا. إذا كان ميزان القوى مختل اختلالا كاملا فذلك لا يشجع على التعايش. فأعتقد أنه في النهاية سيكون هنالك تعايش، لكن بعد أن يقف أهل السنة على أرجلهم ويدفعوا الصائل الشيعي إلى حدوده ويردعوه، حين ذاك سيصبح التعايش ممكنا. أثناء العرض على الدكتور إلى ضرورة تنحية البعد العقدي من الصراع، في حين أن هذا البعد مكون أساسي في طرح الطرف الإيراني، وهو محفز أيضا للفعل في البلدان العربية والإسلامية. فكيف نوفق بين تنحية الجانب السني لهذا العامل في حين أنه هو جزء أساسي من المعادلة لدى الطرف المقابل اللي هو الطرف الإيراني أو الطرف الشيعي؟ أنا لا أدعو إلى إبعاد الجانب الاعتقادي من الموضوع، إنما أدعو إلى التمييز بينه وبين الجانب السياسي والاستراتيجي والعسكري. فأنت لا تقاتل الناس بسبب عقائدهم، لكن تحاورهم وتناقشهم وتناظرهم وترد عليهم وتبين زيف عقائدهم، لكن لا تقاتلهم بيدك لمجرد أن لديهم عقائد مختلفة. بينما القتال هو للظالم، الحوار للمختلف معك عقيدة، والقتال للظالم سواء اختلف معك في العقيدة أو اتفق معك في العقيدة. فالباغي سواء كان سنيا أو شيعيا يجب قتاله، قاتل التي تبغي. أما من ليس باغيا فلا يجوز، أو ظالما فلا يجوز قتاله مهما اختلف معك في العقيدة. فهنالك مجالان نحتاج الفصل بينهما، لا يعني عدم أهمية أي منهما، وإنما يعني أن لا تستعمل أدوات معركة في معركة أخرى. استعمل لخلاف الاعتقاد أدواته، وهي الحوار والمناظرة والبحث العلمي والجدل وغيره، واستعمل للعدوان السياسي والعسكري أدواته. نحن الآن للأسف نعمل العكس، منا من يدعو لقتال الشيعة سواء من المعتدين هم من ليس المعتدين، ومنا من لا يريد أن يقاتل وينشغل بالتكفير بدل من القتال، بينما المطلوب ليس التكفير. المطلوب واحد جاي يقاتلك أن تقاتله، ليس مطلوب أن تكفره، وما يفيدك أن تكفره وأن تجعله مسلما. هذا أمر لا يترتب عليه شيء من الناحية الشرعية. أنت تقاتله لأنه صائل ولأنه باغي ويكفي، خليه يكون سنة وجماعة وكل شيء، لكن في النهاية هو صائل وباغي. فهل الصائل والباغي هذا يهمني اعتقاده أصلا؟ لا يهمني اعتقاده، إنما يهمني رد عدوانه وصده. رقم 4، ما هي الجهة أو الدولة المؤهلة لقيادة جهود الأمة في مواجهة هذا المد، سواء كان بالحوار أو بالعمل العسكري؟ الدول السنية الكبرى مؤهلة لمواجهة إيران، لكن تحتاج إلى الإرادة السياسية والإمكان. وفي هذه اللحظة الحاضرة هنالك دولتان فقط تستطيعان أن تواجه إيران، تركيا والسعودية، وكلاهما لديه بعض القيود وتحفظات والارتباك ونقص المخاطرة والمغامرة، لكن أعتقد في نهاية المطاف سيفعلان ذلك، إن لم يفعلانه اختيارا فسيفعلانه اضطرارا. الأمل هو في نهاية المطاف هو في أن إيران مواجهة حازمة، ومن غير ذلك لا أرى أملا في الموضوع، وستزداد المعاناة وسينتشر الحريق، وستضطر هاتان الدولتان إلى المواجهة، وربما في ظروف أقل مواساة من الظروف الحاضرة.
السؤال الأخير دكتور، وشكرا لك مرة أخرى، هو مرة أنه كتب الدكتور أنقذوا سنة البحرين بإنصاف شيعتها. هل ما زلت عند هذا الرأي؟ أن تعتقد أنه يمكن أن ما نسميه إنصاف الشيعة في الوطن العربي يفتح، هو عبارة عن فتح ثغرة داخل البلدان العربية السنية للتغلغل الإيراني؟ الإنصاف دائما مفيد ودائما واجب شرعي، والظلم لا يجوز في أي ظرف. ودائما تعجبني كلمة ابن تيمية: إن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال. وإيران ليست قدوة لنا في التعامل مع الشيعة. تعامل إيران مع سنتها ليس قدوة للدول السنية أن تتعامل مع شيعتها، إنما يفترض أن نكون أصحاب مبدأ أن ننصف الشيعة إذا كان يوجد أي ظلم فيجب إنصافه أولا كمبدأ شرعي، ثانيا لسد الباب وعدم دفعهم إلى أحضان إيران. نعم، أنا لا أزال أؤمن بإنصاف شيعة البحرين وإنصاف كل من لدى عليه ظلم ولو كان ظلما بسيطا، مثل بعض الشيعة في بعض الدول العربية لا يسمح لهم بدور عبادتهم إلى آخره، أو لا يسمح لهم بالوظائف العامة وبعض الأمور يعني المقيدة المعروفة. لكن طبعا هذا أمر بسيط جدا مقارنة مع ظلم إيران وحرب الإبادة التي تشنها في سوريا والعراق. لا يمكن أن نقارن أي تضييق على الشيعة في الدول السنية بالفظائع التي ترتكبها إيران، ولذلك أيضا لابد وضع كل شيء في حدوده حتى لا نظلم الآخرين ولا نظلم أنفسنا. الله أعلم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.